عوامل بتساعد على إطالة العمر. نظام غذائي صحي ومتوازن. إزاي؟ تناول خضار، فواكه، حبوب كاملة، بروتينات صحية. هنقلل السكريات والدهون المشبعة والأطعمة المصنعة. هنشرب المية بكثرة. تاني حاجة ممارسة الرياضة بانتظام. الرياضة مش شرط تكون رياضة عنيفة، هي ممكن تكون مشي، سباحة، أي نشاط بدني تحبي على الأقل 30 دقيقة في اليوم. والرياضة هتقوي القلب وهتحسن المزاج وهتساعد على التحكم في الوزن. وكمان هنحافظ على الوزن الصحي. هنتجنب السمنة أو النحافة، لأن الوزن الصحي بيقلل من خطر أمراض القلب والسكري والضغط. النوم الجيد والكافي. هناخد من 6 ل 8 ساعات نوم يوميا، لأن النوم الجيد هيساعد الجسم على التعافي وعلى تنظيم الهرمونات. البعد عن التوتر وعن الضغوط النفسية، لأن كلاهما تأثيره سلبي على القلب وعلى جهاز المناعة. طبعا ده هيتم عن طريق ممارسة رياضة، تمارين استرخاء، تنفس بعمق، أو التأمل. طبعا هنمتنع تماما عن التدخين وكمان الكافيين، لأن التدخين بيسرع من الشيخوخة وبيزيد خطر الإصابة بالأمراض. الفحوصات الطبية الدورية، الكشف المبكر عن الأمراض بيساعدنا بسرعة جدا إن احنا نعالجها ونمنع تفاقم الأمراض. الحفاظ على العلاقات الاجتماعية الإيجابية زي زمان كده. الدعم الاجتماعي هيقلل التوتر، هيزيد من الشعور بالسعادة. مضادات الأكسدة والفيتامينات اللي هي هنا بتيجي امتى؟ بتيجي لما بيكون في تقصير في النظام الغذائي. فهنا بتلعب دور مهم جدا في الحفاظ على صحة الإنسان، وتأجل معانا علامات الشيخوخة وبتمنع كمان ظهور علامات الشيخوخة. ايه هي بقى اللي ممكن يعجل بأمراض الشيخوخة؟ الأمراض المزمنة اللي زي السكري، اللي زي الضغط، اللي زي السمنة. أنماط الحياة الغير صحية عكس كل اللي قلناه، قلة حركة، أكل سريع، تدخين، وضغوط النفسية طبعا والاكتئاب. دي حاجات فعلا بتأثر على المناعة عموما وبتعجل بالشيخوخة.